حتى أنتقل إلى محور آخر حتى لا نبقى يعني في هذا المحور سماحة الشيخ ونستهلك الحلقة كل الحلقة في هذا المحور. نقرأ هو ونترك التقييم للسادة المشاهدين. نعم شكرا. بما أن الرواية طويلة سأقرأ السند نريد أو المقطع التي أختم الأسود. سأقرأ المقطع المصدر الذي أبين به المصدر حجتي. عفوا أختم الأسود. المصدر والسند ثم المقطع. تفضلي يا أستاذ عمار. لا أنا لا أسمح تقرأ الرواية كاملة. تقرأ الرواية كاملة. أستاذي الكريم أنت الذي أتيت بهذه الرواية وعليك أن تقرأها أنت من البداية. أنا أطالبك الآن بأن تقرأ حجتك من البداية. لا تلزمني بأن أقرأ. جيد جناب الشيخ والأخت أم الأسود. الرواية طويلة، إذا قرأناها نأخذ شوط طويل من الحلقة، فقط نأخذ موضع الحاجة، وهذا علميا جائز أن تأخذ موضع الحاجة من الرواية. لا يا سيدي لا ما تستقيم هي بتاخذ ايش؟ هي سوف تاخذ إذا لم تستقم أستاذي الكريم أنت من أتى بهذه الرواية عليك أن تقرأها، وأنا الآن أطالبك بأن تقرأ الرواية. جيد. إذا سماحة الشيخ يعني لا تستقيم الرواية إلا بقراءتها كلها. هالشكل تفضل. نعم بقراءتها كاملة. شيخنا شلون استدليت بها بداية الحلقة مبتورة؟ كان يفترض تقراها كاملة العادة. لا ليست مبتورة. أنا استدليت بها لأبين لك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس كانوا يعلمون بهذا الحديث فقط. جيد. أنا سماحة الشيخ أن أبين بالجزء الذي قرأته أن الإمام علي سلام الله عليه والعباس وهما طرفان في هذا النزاع بأنهما يريا عمر وأبو بكر كاذبان آثمان غادران خائنان. كما أنت أخذت الشاهد الذي تريد أن تبين به حجتك، أنا أيضا أخذت الشاهد الذي أريد تبيان حجتي.